تقفل كل القنوات للناس الاتصالات، يعني كلها اتقطعت بما فيها النت والتليفونات وغيره وغيره. خليت قلت رايي على قنوات قبل كده، انما اللي عليه ده لم يصدر مني مطلقا. تقول انا رايي نعم عفوا، تقول مدسوسه ومغلوطه، يعني هل معنى ذلك بانك قلت تصريحات وانما من سياقها وتحولت الى شيء اخر؟ خالص نهائي، ما ادلتش باي تصريح من النوعيه دي خالص. لم يحدث يعني. اذا اي رساله يمكن ان توجهها للمحتجين المتظاهر الان، وما رايكم في هذه الحركه الاحتجاجيه؟ الشباب كان شباب جميل قوي اللي ابتدى بهذه المظاهرات، كان الحقيقه فخر لمصر، وانا حسيت بالغيره ان انا ما انضميتش اليهم. شباب جميل لهم طلبات اليوم اراده المفروض الحكومه تحترمها وتتفاهم معاهم. وما الذي حال دون انضمامك اليهم سيد عادل؟ انا منضم اليهم بكل حاجه، بس انا ما اقدرش اعصي على دماغي ولا بتاع تبقى ما اعرفش اشتغل. لكن هناك العديد من المصريين، من المواطنين المصريين، من القيادات، من المثقفين، من الذين انضموا الى هؤلاء. انا انضميت اليهم واتكلمت عليهم وحييتهم وقلت ان انا معاهم، وقلت ده على القنوات التلفزيونيه وقلت ده على اليوتيوب، بس كانت منعت زي ما بقول. فانا مع الشباب دول الحقيقه، لكن في النهايه الحكايه دي عامله كانت المفروض ان الحكومه تستمع لهؤلاء الناس، كانت تعمل يبقى في اتصال بين المتظاهرين وبين الحكومه، ولكن هذا لا يحدث. فكانت النتيجه ان هذه التظاهره اللي قام بها الشباب الجميل اللي شايل علم مصر وبيطالب، لان انت عارفه الشباب في مصر ملوش منافذ يتكلم من خلالها. احنا عندنا مجلس الشعب اعماره اقل واحد عنده 60 سنه، مفيش منافذ للشباب يتكلم منها. نعم. لا في حزب يعبر عن الشباب، ولا الاحزاب فيها شباب، ولا مجلس الشعب فيه شباب. فده كانت النتيجه ان هذا الشباب الواعي قام بتظاهر من الداخليه، وكان شيء جميل من الداخليه انها تحافظ عليهم وترعاهم. نعم. ثم بعد ذلك اصبح ذلك كشراره انضم اليها عناصر. شكرا لك سيد عادل الامام الفنان المصري، ونعتذر للساده المشاهدين عن رداءة الصوت من المصدر.